أعطى أب لابنه ساعة عمرها 100 سنة وقال له اعرضها للبيع بعد كده وباخدها. قال له في محل ساعات. الأب قال لابنه في محل ساعات على أول الشارع، روح وشوفها هي بكام. فراح للمحل الساعات، قال له الساعة قديمة جدا، تساوي حوالي 10 جنيه أو 50 جنيه، مش هتزيد عن كده. فراح لوالده وقال له الراجل بتاع الساعات قال لي ان الساعة تساوي 50 جنيه اخرها. قال له طيب روح اعرضها للراجل بتاع الانتيكات. راح للراجل بتاع الانتيكات الابن. فالراجل قال له ده الساعة غالية جدا وقيمة وأثرية، ممكن توصل حوالي 50 ألف جنيه. راح وصل للأب وقال له إني رحت لمحل الأنتيكات زي ما أنت قلت لي، وقال لي إن الساعة ممكن توصل ل50 ألف جنيه لأنها أثرية وبقالها 100 سنة. فقال له طيب خد الساعة واعرضها عند المحل، يعني في متحف يكون بياخد الحاجات القديمة جدا. فراح عرضها للناس بتوع المتحف، فقالوا له لا ده قيمة جدا جدا، وجابوا خبراء وشافوا هي مصنوعة من ايه وبقالها قد ايه، شافوا كل عمرها قد ايه. فقالوا لا لا ده قيمة جدا جدا جدا، ده ممكن توصل ل1 مليون جنيه. راح وصل للأب الرسالة دي، قال له أنا رحت للمتحف وقالوا لي ده ممكن توصل لأكتر من 1 مليون جنيه أو تساوي 1 مليون جنيه. قال له أنا كنت عايز أديك درس مهم جدا، إني ما تحطش نفسك في مكان مش بتاعك، او يقلل من قيمتك وبعد كده تغضب وتزعل. لما تيجي تحط نفسك، حط نفسك في مكانة اعلى ومكانة تساوي قيمتك، ما تحطش في نفسك في قيمة اقل من قيمتك، عشان انت اللي في النهاية هتزعل. مش كل الناس هتبص لك بصة واحدة، مع انك انت نفس ذات الشخص وفيك نفس الصفات ونفس الشكل، بس مش كل الناس هتقدر قيمة الصفات اللي عندك وقيمة الحاجات اللي انت تمتلكها. تمتلكها بمعنى صفات حلوة، سواء انت موهوب في حاجة معينة، مش كل الناس هتقدر الموضوع ده. لما تيجي تعامل ناس وتحط نفسك في وسط ناس، لازم تحطها في وسط ناس انت يقدروك ويفهموك ويطلعوك لأعلى، مش ينزلوك لتحت ويحبطوك، وفي الآخر انت الوحيد اللي هتبقى متأثر بالطاقات السلبية دي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.